اقسم لكم بالله ان احنا اللي عاملين في البلد دي كده. سيبك بقى من الحكومه ومش من الحكومه، احكي لكم تجربه شخصيه حصلت معايا انا من كام يوم كده. اللي حصل معايا اني كنت واقف في محل ادوات منزليه، ببيع ادوات منزليه يعني وكده، والحاجات بتاعه المطبخ والكلام ده. فواحد عرف ان انا ببيع الحاجات بسعر قليل، صاحب محل يعني. فالمعلم يسكت؟ لا ما يسكتش، بعت واحد معرفه يسال على الاسعار ويقول لي ايه، انا هاخد لبنت اخويا ومش عارف ايه. فقلت له خلاص ماشي، الاسعار كذا 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 كذا. فانا ببيع شاري الحاجات بسعر القديم وببيع بالسعر ده، بقول اهو اعمل زبون للمكان، ولما اشتري بالسعر الجديد ابيع بالسعر الجديد. فالمعلم التاني ده اللي هو صاحب المحل التاني ما عجبوش الكلام ده، فقال لك ايه، ازاي ده بيبيع بالاسعار دي كده، انا اخد منه الشغل وبعد كده ابيعه انا بالسعر الغالي. جاي لك انا بقى في الكلام اهو. راح جاي جايبه وجاي قال لي انا فاتح محل وببيع بالقسط ومش عارف ايه وكده. ما قاليش بقى ان هو فاتح محل كبير وكده، هو المحل بتاعه محل كبير. فاول ما عرف ان انا ببيع بالسعر القليل ده، فازاي بقى يسيب الناس تستفاد؟ طب انا ببيع بالسعر ده، بقول لما اشتري بالغالي ابيع بالغالي، ليه انت تحرم الناس من انها تستفاد؟ ليه تحرم الناس انها تكسب؟ يعني انا دلوقتي الزبون لما ياخد الحاجه بسعر قليل ويبقى عارف المكان ويجي، انت ليه تعمل كده؟ ليه انت تيجي تاخد شويه البضاعه مثلا بالسعر القليل عشان تبيع انت وتكسب؟ ليه انت ما بتفكرش ان ليه لما اشتري بالغالي ابقى ابيع بالغالي؟ ليه عايز تحتكر السلعه؟ ليه بتعمل كده؟ ليه كل الناس بتفكر في نفسها بس وعايزه تكسب بس؟ ليه انت ما بتفكرش في مصلحه الناس؟ هي الناس ناقصه، الناس مستحمله زيادات ومستحمله حاجات. اول ما واحد من التجار بيلاقي ان الحاجه دي هتغلى يروح قافل عليها عشان يعلي السعر. طب ليه انت ما جبتش بالسعر الجديد؟ ليه تبيع بالسعر الجديد؟ الناس نفسها مش كويسه. سيبك بقى من ان الحكومه بتراقب او ما بتراقبش الناس، لو هي كويسه البلد دي حالها يتصلح. لو ما فيش جشع في التجار فالبلد دي هتبقى في حته تانية خالص. البلد دي اقسم لك بالله فيها خير ما فيش بعد كده، بس جشع الناس وجشع التجار بيخليك اللي هو ما فيش خير. كل واحد بيبقى ماسك في الحاجه او عايز يكسب لوحده، ما يفيدش الناس اللي حواليه. طب ليه؟ طب ما تستفاد وتفيد، بيع بالرخيص ولما تشتري بالغالي بيع. ما تحتكرش سلعة. ربنا سبحانه وتعالى هيسألك على اللي انت بتعمله. لو انت عملت كده ربنا سبحانه وتعالى مش هيسامحك ومش هيسيبك، هتكسب في الدنيا بس هتخسر في الآخرة. فكر في الناس اللي حواليك قبل ما تفكر في مصلحتك بس. كل اللي بيحصل في البلد دي والله بسبب الناس، بسبب الناس وجشع الناس. اللي بيلاقي حاجة بيمسك فيها، اللي هو خلاص بقى لازم يحتكرها ولازم يعمل. طب ليه كده؟ ليه ما بتراعيش الناس اللي حواليك؟ ليه كل واحد بيمسك في حاجه ما بيراعيش الناس اللي حواليه؟ سواء بقى مسؤول ولا تاجر ولا حتى يا جدع انت، ده عامل النظافه اول ما اتشهر بقى اللي هو انا فنان ومش عارف ايه. ليه كل واحد اول ما بيمسك حاجه في ايده او بيتحكم في حاجه بيدوس على الناس؟ ليه ما بنتعاملش كويس مع بعض؟ ليه ما بنحترمش بعض؟ ليه نسينا الدين والاخلاق وكل حاجه؟ ليه؟ هو اللي حاصل في البلد ده من سوق سودة والدولار اللي رايح في داهية والدنيا اللي بايظة من الناس. ما هي لو الناس كويسة البلد هيبقى حالها كويس. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده اللي هو كده، هي الدنيا كده. انت من جواك مش حلو، فليه عايز تغير الكون؟ انت اصلا مش كويس، عايز تغير الكون ازاي وانت مش كويس؟ ما تبقى انت كويس الاول وبعد كده تغير الكون. يعني اول ما تبقى انت كويس هتلاقي الكون لوحده بيتغير من غير اي حاجه. يعني انت صلح اللي جواك، انت عليك نفسك والباقي ده مش بتاعك. لو احنا بقينا كويسين كل الناس هتبقى كويسه والدنيا هتبقى كويسه لكن احنا من نفسنا من جوانا مش كويسين. كل واحد يدور في نفسه كده هيلاقي نفسه مش كويس من جوه. لو بقى كويس هتلاقي كل الدنيا دي بقت كويسه. هي كده معادله ما فيهاش جدال يعني. ده رأيي ومش عارف بقى ايه اللي جاي. يمكن ارجع اسافر تاني، مش عارف. يمكن اشوف الدنيا هنا هتمشي ازاي، الله اعلم. فاستنونا في فيديوهات جديدة عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.